اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد روتين جديد. ما تنسيش بقى يا ست الكل، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهات ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا الفيديو ده كان تكمله للفيديو اللي فات، يعني الفيديو اللي قبل ده كان هو في نفس اليوم بالظبط يعني. بس انا علشان الفيديو ما يبقاش طويل ويبقى ممل، فانا قسمت التصوير نصين، يعني قسمته على فيديوهين، الفيديو اللي نزل لكم قبل ده والفيديو ده. طبعا كنت قلت لكم ان رحت وجبت حاجات بقى، كنت محتاجة حاجات للتلاجة، كنت محتاجة بقى يعني بصوا ما تسوقتش ولا جبت حاجات الاسبوع ده، فرحت بقى يعني كان عدى تقريبا يوم او يومين، بعد كده رحت جبت شوية حاجات زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده. كنت برضو قلت لكم ان اليوم ده انا ما كنتش صراحة عايزة اعمل فيه حاجة، كنت همشيها كده شوية مكرونة وكبدة وخلاص. بس لما جبت سمك جوزي بقى رن عليا قال لي اعملي السمك طازة. طبعا احنا بنحب السمك اللي هو ما يدخلش الفريزر، وطبعا بالنسبة لنا السمك البلطي او الشبار او زي ما تقولوا عليه قولوا، اكتر سمك احنا بنحبه وكلنا متفقين عليه. فبما ان عيالي بيحبوه وانا كمان بحب، يعني بفضل السمك ده، بحبه جدا يعني، بفضله عن اي نوع تاني من انواع السمك. فقلت خلاص يعني طالما كله متفق عليه خلاص، فجبت 2 كيلو. طبعا زي ما انتم شايفين انا، بصوا انا اتصدمت، عارفين اتصدمت ازاي؟ اتصدمت فعلا يعني. تعالوا اقول لكم بقى الصدمه اللي انا اتصدمتها، او تقدروا يعني تقولوا مش صدمه، تقدروا كده تقولوا ان انا ما خدتش بالي، فاكتشفت ان ده اللي حصل. يعني اللي هو ايه؟ اللي هو الزيت. ما كانش عندي زيت. وبصوا انا اساسا لما جبت السمك انا نسيت اجيب زيت وانا جايه. وطبعا انتوا عارفين الزيت بتاع التموين اساسا يعني انا ما بطبخش بيه اولا، انا بس يعني مخصصه كده ان اقلي بيه بطاطس، احمر بيه اي حاجه، لكن احطه وادخله في اكل لا. يعني ادخله في حاجه احنا بناكلها، فاهمين؟ يعني الرز، المكرونه، صينيه سمك زي كده اكيد مش هعملها بسمنه يعني. فاهمين الحاجات دي. لكن احمر بطاطس، احمر مثلا بتنجان وفلفل والحاجات دي، اقلي شويه حاجات زي كده لا. يعني ما بستخدمش الزيت اللي هو ايه، اللي انا بشتريه للاكل. طبعا بشتري زيت عباد، اي نوع من انواع الزيوت التانية، بس ما بجيبش قصدي ما بدخلش الزيت بتاع التموين في اي طبيخ انا بطبخه. المحشي طبعا بنعمله بالزيت، في ناس بتحط عليه سمنة، بس صراحة انا ما بحطش عليه سمنة، لان السمنة بتخلي المحشي كده ليه لون كده، يعني الزيت بيديله لمعة. اما السمنة لا، ما بتعملش كده مع المحشي. السمنة بتخلي المحشي يبقى تحسوا كده ان هو ملوش لمعة كده، فاهمين؟ طبعا اكيد فاهميني. فاللهم صل على النبي. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في الصدمه اللي انا اتصدمتها. المهم ان انا ما لقيتش زيت، فانا كنت عامله حسابي ان انا رايحه وهعمل السمك هقليه. طبعا احنا برضو بنحب السمك مقلي، وكل عيالي يعني بصوا البيت كله متفق ان السمك يبقى مقلي حلو قوي، او مشوي. لكن صينيه برضو مش قد كده يعني، بصوا ما بنتفقش عليها يعني. يعني لما بخيرهم مثلا هعمل السمك مقلي ولا هعمل السمك صينية، يختاروا مقلي. ف تلاقوا صينية دي لا مش بيتفقوا عليها، فهم اتفاجئوا بقى ان انا عملت السمك مقلي، قصدي صينية، ما عملتوش مقلي. فاللي جه من الدرس بقى وبعد ما رجعوا يعني من الدروس وجوزي رجع من الشغل،
يا بنتي انتي ما عملتيش السمك مقلي ليه؟ قلت له لا انا ما لقيتش زيت. طبعا الزيت اللي كان موجود عندي كان يا دوبك يا دوبك هطبخ بيه الرز. اساسا كان اخر حاجه، اخر شويه في ازازه الزيت اللي انا كنت هطبخ بيهم الرز. فيا اما اطبخ الرز يا اما اعمل السمك مقلي. وكمان لو عملت السمك مقلي كان هيشرب الزيت، حتى يعني شوية الزيت اللي متبقين ما كانوش هيكملوا معايا وانا بقلي السمك. فقلت طالما اساسا كده كده الزيت، انا كان ممكن ارن على جوزي واقول له مثلا هات لنا طبقين رز جاهزين وانت جاي، بس الزيت نفسه ما كانش هي يكمل معايا. وغير كده كمان جوزي كان جاي واللي هو بقى عايز الاكل جاهز، فاكيد انا مش هقول له هات ازازه زيت معاك وعقبال ما اقلي السمك وعقبال ما اعمل الرز. فاهمين؟ ف لا كان ده احسن حاجه انا عملتها يعني. المهم يعني خلاص كده انا عملت صينيه السمك زي ما انتوا شفتوا كده. قطعت بصل وقطعت طماطم وقطعت فلفل وشويه زيت صغيرين جدا يا دوبك، يعني حاجه بسيطه وحاجه لا تذكر. ماشي. هتتفاجئوا بقى ان انا هحط بطاطس بعدين. هتتفاجئوا ان انا هحط بطاطس. بصوا صينيه السمك احنا بنحب نحط عليها بطاطس لان البطاطس بتديها طعم حلو قوي. وبصوا التيست بتاع البطاطس مع السمك بيبقى تحفه. بس فخلاص بقى بالنسبه لي صينيه السمك كده خلاص، يعني هتغلي غلوتين 3 4 كده. بعد كده بقى هدخلها تحت الشوايه، هتاخد وش جميل كده، اللون الذهبي طبعا. بحب انا بصوا لما بحمر الاكل بحب كده ياخد اللون الذهبي، لا اكتر ولا اقل. يعني اقل من اللون الذهبي بتبقى لا لسه ما اتحمرتش كويس، اكتر من اللون الذهبي بحس ان هي اتحرقت. فانا ما بحبش لا اكتر ولا اقل من اللون الذهبي. بتبقى يعني اي صينيه اي حاجه، يعني اي حاجه اي حاجه يعني بحمرها تحت الشوايه بحب هي ايه تاخد اللون الذهبي، بتبقى حلوه سواء فراخ صينيه بطاطس اي حاجه. المهم عملت الرز زي ما انتوا شفتوا. طبعا الحته اللي هي التركية اللي هي البصلايه اللي انا بحطها دي، بصوا بتدي الرز طعم خطير يا جماعه، خطير. طبعا في ناس هتستغرب يعني انا عامله رز ابيض مع السمك عادي. يعني بصوا هو زي ما بيقولوا كده كل شيخ وله طريقه. يعني ممكن مثلا انا بعمله رز ابيض، ممكن انتي بتعمليه رز صياديه، هو الصح رز صياديه. ولكن انا ما بحبش يعني البصله اللي هي بتكون متحمره جامد دي انا ما بحبش صراحه يعني. لا ما بحبهاش خالص بصراحه. بحس ان هي بتجيب امراض اساسا. ويعني ما بتكونش الرز ما بيكونش صحي، فاهمين؟ الرز اللي هو رز صياديه ده بحس ان هو مش صحي خالص يعني. فانا يعني بحاول ما اعملش الحاجه اللي هي مش صحيه. حتى برضو لما بطبخ اي اكله ما بحبش احمر البصله واللي هو بقى اقعد احمر فيها لما تسود كده، لا ما بحبش كده خالص. ده يا دوبك بس انا بحط البصلايه لما باجي اطبخ يعني اي اكل يعني، بحط البصلايه يا دوبك بس تقلبتين 3 4 كده وخلاص. يعني تبقى اللي هو ايه يعني تدبل او كمان ما تلحقش تدبل كمان. وبقوم حاطه الطماطم وكده يعني، فاهمين؟ فانا صراحه يعني ما بحبش اعمل اكل يعني بقول كفايه الزيوت وكفايه الحاجات اللي هي اساسا غلط على الصحه ومضره اساسا، والحاجات دي والسمنه والحاجات دي كلها مضره على الصحه يعني. فبقول كفايه يعني كفايه ضرر اكتر من كده يعني. فانا ما بالنسبه لي ما بحبش احمر البصلايه خالص. ف يعني ايه بقول الرز الابيض ده بيبقى احسن وفي نفس الوقت اسرع. يعني اسرع واحسن يعني. المهم البصلايه اللي انا حطيتها مع الرز والطماطمايه دي بتخلي الرز طعمه تحفه تحفه تحفه. بصوا تحفه التحف صراحه، بيبقى طعمه جميل. وشويه كمون طبعا. طبعا انتوا عارفين السمك بيحب الكمون، سواء في الرز سواء انك تعملي تحطي الكمون مع الثوم مع الفلفل مع الخلطه اللي انتي بتعمليها دي. بيحب فالسمك الكمون. بس قلت اعمل بقى كده طبق سلطه. حسيت ان الطبق الاصفر اللي معايا ده حسيت ان هو ضيق، مش عارفه اقلب السلطه كويس. رحت كمان جبت بصلايه، هتشوفوني دلوقتي جبت بصلايه كده وقطعتها. طبعا انتوا عارفين احنا في الشتاء والجو يعني كل شويه بحال، والعيال كل شويه مره يخففوا
ومرة يلبسوا تقيل ومرة يخففوا وهكذا، فالعيال بتتعب. فانا بقى بديهم بصل، بدخلهم بصل بقى في سلطة. يعني بحاول كده، يعني ادخل لهم الحاجات اللي هي مثلا ايه، يعني اللي هو يعني ليمون زي ما انتم شايفين عشان البرد والكحة والحاجات دي كلها، بحاول ادخل لهم الحاجات دي في الاكل علشان الوقت اللي احنا فيه محتاج كده. بحب احط خل على السلطة، ولكن بيتبقى سلطة، فلما بحط خل بحس كده ان السلطة طعمها بيغير، يعني بلاقي الطماطم كده طعمها مش حلو لما بتقعد مثلا لبالليل في التلاجة. ف يعني اكيد مش هرميها، يعني فاهميني، يعني بكون مش عايزه ارمي السلطه اللي متبقيه، فبسيبها مثلا. ممكن بعد شويه حد من العيال يقول انا جعان عايز اكل، فاديله طبق سلطه مع اكل مثلا متبقي من الظهر، لان اصلا عيال الظهر ما بياكلوش الاكل اللي انتوا، او يعني الاكل اللي انتوا متخيلينه، او مثلا يعني ما بيتغدوش كويس. فممكن بعدها بشويه احنا جعانين، فاجيب لهم بقى اكلهم اللي هم اساسا ما كلهوش في الغدا. بس كده خلاص بالنسبه لي كده الرز استوى، والصينيه السمك خلاص كده خدت وش حلو، هتشوفوها دلوقتي معايا. وخلاص بقى السلطه كده عملتها زي ما انتوا شفتوا. وعايزه اقول لكم السلطه بتبقى جميله بالبنجر، بس والله ما كانش عندي بنجر بصراحه. بصوا يعني انا مش عارفه، انا كل ما اروح السوق بنسى، مع اني ببقى شايفاه قدامي. بس انا بجيب بنجر اللي هو ايه بقى، ما يبقاش بالعود بتاعه. يعني بحب اجيب البنجر يبقى بنجر كده، اللي هو البنجرايه نفسها، ما احبش اجيب العود معاها، لان الراجل لما بيجي يوزن بكتشف ان هو اساسا وزن لي عواد، يعني فاهمين، مش وزن بنجر. وبعدين مش عارفه سعره غالي ليه، يعني هو بالكيلو. فاكتشفت كل ما اروح اجيب من يعني اسال عليه، يقولوا لي لا ده يعني بالربطه كده. فاقول لهم لا انا بشتري بالكيلو، يقولوا لي لا. فانا ما روحتش بقى للناس اللي انا بروح عندها اساسا، يعني كنت جبت يعني اتسوقت من مكان تاني. فانا قلت لا انا اجيب من الناس اللي انا بجيب منها يعني. بس عادي يعني الموضوع ماشي، يعني عملنا سلطة وزي الفل وجرجير وجزر وايه كمان، ويعني زي ما انتم شايفين طبق سلطة حلو ومحترم يعني. هغرف بقى الرز كده، بالنسبة لي خلاص السلطة. عايزة اقول لكم الاطباق اللي انتم شايفينها دي تحسوا ان هي صغيرة، بس هي مش صغيرة، الطبق كبير، يعني انا شايفاه معاكم صغير، بس هو مش صغير، هو كبير يعني ما شاء الله كبير، بس مش عارفة باين ليه صغير كده. بس هغرف بقى الرز، وهجيب بقى صينية السمك بتاعتي. عايزة اقول لكم كان طعمها جميل، والسلطة طبعا حلوة، والرز كان جميل. طبعا انا ما بشكرش في نفسي يا جماعة، ده انا عاملة رز وسلطة يعني مش حاجة خالص يعني. بس والله بجد كان طعم الاكل حلو، وصينية السمك كانت جميلة جميلة جميلة، يعني جميلة اخر حاجة. بس طبعا الطماطم اللي انا حطيتها على الرز زي ما انتم شايفين كده، يعني حطيتها كده من باب الشكل، هي اساسا يعني اللي هو ايه بقت، ما بقتش طماطم، بقت دايبه خالص، بس حطيت ايه القشره بتاعتها كده على الطبق من فوق، طبعا زي ما انتم شايفين مديه شكل حلو. بس كده ادي بقى الاكل بتاعنا، يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.